ويا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتري فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. 2024 سنه جديده، كل سنه وانتم طيبين. وحبيت ابتدي معاكم السنه الجديده باكتر حاجات انا اتعلمتها من شغلي في السوق. من الاخر في السنه اللي فاتت حاجات كده انا عديت عليها مش هتكسبها غير لما تتمرمط، فانا جاي انقلها لك 4 أو 5 حاجات، اقول لك ايه الحاجات اللي حصلت لي وازاي اتعلمت اعديها، بحيث ان لو حاجه من دول عديت عليهم تبقى عارف ازاي تنجز في شغلك وما تتكعبلش. لان طول ما انت في السوق في منافسه، في مشاكل، في قصص. انا بشوف ان من واجبي ان انا ما خلكش تتكعبل او ان انت تنجز او ما تاخدش وقت كتير في حاجه من الحاجات دي. فيلا بينا. قبل ما ابتدي بس عايز لو انت عندك حاجه انت عديت عليها ممكن تكون ملهمة أو حاجة أنت اتعلمتها ممكن تكون بتفيد حد غيرك، تنزل تكتبها في الكومنتات وأنت رايح. ما تنساش تدوس لايك على الفيديو ده. أول حاجة اتعلمتها إني أسعى في كل الاتجاهات. الأول كنت بشوف إن أنا أفضل بعمل الحاجة اللي أنا بعملها، بس ما ببصش على العلاقات، ما ببصش على الإيفنتات، ما ببصش على الحاجات ديت. بس لقيت إن أنا لما بسعى في كذا اتجاه وبكون ظاهر أكتر أو عندي علاقات أكتر، ده بيسهل لي حاجات كتير في شغلي وبيزود كمان شغلي. وكمان احنا شغلنا معتمد شويه على الشو. يمكن انا شخصيتي مش من الشخصيات اللي بتشو كتير او ان هي بتبقى ظاهره او بتبين حياتها كتير، بس للاسف احنا شغلنا بيضطرك ان انت تبين جزء من حياتك عشان العميل يبتدي يثق فيك اكتر ويبتدي يبقى رايح لك وبيدفع لك فلوس وهو حاسس ان هو مش هيخسر حاجه. تاني حاجه اتعلمتها السنه اللي فاتت قبل كده، كنت بقول انا ما بشوفش شغل حد، وحقيقي انا ما كنتش ببقى متابع شغل حد وما كنتش ببقى شايف السوق ماشي ازاي. كنت ببقى مغمض عيني ومركز في اللي انا عايزه وماشي عليه، بذاكر عشان اوصل لمستوى معين انا عايزه. بس اكتشفت السنة اللي فاتت ان انت لما بتبقى مش متابع السوق حواليك ممكن يظهر شغل او حاجة او ستايل العميل يكون حبه تزوده على الشغل بتاعك. الجميل بقى ان انت تبدأ تشوف المنافسين. ولا هنا لما بقول منافسين ما بتكلمش عن الناس اللي بتنافسك عشان هي سعرها اقل، بتكلم عن الناس اللي بتطلع جودة قريبة من جودة شغلك، بتطلع شغل محترم، الناس اللي عندها اداب للمهنة. بس لو اي حد محطوط تحت حتة ان هو انا بشتغل عدد كبير بسعر قليل، بحرق كل يوم، بشتغل 10 سيشنات ب5 6 7 آلاف جنيه، الكلام ده كله ما بيتحطش في مقارنة المنافسة خالص. ولو الناس دي اتحطت نفسها في مقارنة معاك، هي الناس دي بتقع بتقع بتقع، مهما عملت عدد، مهما اشتغلت بتقع. فانت حاول ان انت تكون دايما شايف السوق حواليك، اللي قريب منك، اللي ممكن ان انت ترتقي بيه او ان انت تمشي بيه، تاخده وتطوره بحسب شخصيتك. اللي ما ينفعش، يعني انا من الحاجات اللي انا بشوفها ما بتنفعش في شغلي، جت فترة كبيرة ان الترندات بتاعت موديلز يجي يلبسوا فساتين عرايس ممكن تكون مفتوحة او ممكن يبقوا واقفين بيغنوا او بيرقصوا عشان يلفتوا النظر، والحاجات ديت كان بيجيب مشاهدات كتيرة. الحاجات ديت انا كنت برفضها رفض تام في الشغل بتاعي عشان اظهر الميك اب بتاعك، تكنيك الميك اب بتاعك، مش عشان الناس تتفرج على البنت اللي انت جايبها تتصور. فده كان اسلوب موجود في السوق، كان ناس كتير شايفه ان هي بتنافس بيه. انا ما خدتوش، ما طورتوش، ما اشتغلتش بيه لانه مش مناسب شخصيتي او مش مناسب الشغل بتاعي. حاجات تانية زي ان يبقى فيه كواليتي احسن، يبقى فيه شكل موديلز احسن، يبقى فيه ستايل مختلف، الحاجات ديت بدور عليها، باخدها، بطورها او بخليها شبهي وشبه شغلي وبنزل بيها في السوق، فبتضيف لشغلي اكيد ما بتنقصوش. تالت حاجه، لو ابتديت ان انت تبقى واخد مكانه معينه في شغلك ومره واحده ابتديت تشوف ان في حد بقى ينافسك او يعمل حاجه هو ما كانش بيعملها او بيعملها عشان انت بتعملها او بيعملها عشان شاف ان هي بتجيب دخل كويس، اوعى 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 تفكر ان في حد ممكن ياخد حته من رزقك. اي رزق بيقل منك هو سببه تأثير منك انت قدام ربنا، مش حد دخل او خد منك حاجة. يعني لو انت مش شاطر كفاية والحد ده شاطر، هياخد منك حتة. لو انت بطلت تسعى هياخد منك حتة. لو بطلت ان انت مثلا بتطلع فلوس لربنا او بتعمل حاجة، فالحاجات ديت بيجي مقابلها رزق اكيد، فاكيد هيتاخد منك حتة. فدور دايما ايه اللي نقص حتة من رزقك وايه اللي كعبلك عشان تبقى فاهم انت بقى ليك منافس ليه، لان المنافس ده مش هيطلع كده وخلاص. حاول تركز على نقط ضعفك، ايه الحاجات اللي انت قصرت فيها. ما تفكرش ابدا ان هو بقى ده السوق مش مستحمل. يعني انا بعمل حاجه اسمها دوره تصوير الميك اب بالموبايل، تقريبا كنت اول حد اعملها في مصر بعد 2 3 في الدول العربيه. النهارده كل الناس اللي كانت بتنتقد دورة تصوير الميك اب بالموبايل ابتدت هي كمان تعمل دورة تصوير ميك اب بالموبايل.
لانها شافت ان الموضوع ناجح، الموضوع مثلا ممكن يكون فيه دخل. بس الحمد لله الحمد لله حتى الان مفيش حد بيقرب من قوة المحتوى اللي معمول في الدورة بتاعتي، زائد الحاجات اللي انا عارف اللي انا بعملها عشان تزود رزقي او ان هي تزود لي الدخل بتاعي. فمهما كان في منافسين، يعني انا كنت لوحدي، دلوقتي في 5 6، في ناس بتيجي من بره مصر تعمل في مصر. انا السنة اللي فاتت سافرت من مصر، رحت دبي اكتر من مرة، عملت الكورس، وفي السعودية وفي المغرب. فمش معنى ان انا رحت بلد او حد تاني جه عندي او حد من عندي بقى بيعمل انه هياخد حتة من رزقي ابدا. اللي هياخد حتة من رزقي هو تأثيري انا مع ربنا ومش اكتر. من اكتر الحاجات بقى اللي اتعلمتها السنة اللي فاتت، بس اتعلمتها متأخر للأسف، ودوت فيديو انا كنت شفته لأحمد ابو زيد، ليه علاقة بان انت تربط مزاجك بإبداعك. بصراحة أنا القصة دي عندي كارثة جدا، أنا لازم أبقى رايق أوي كده والدنيا معايا مظبوطة عشان أبتدي أقوم وأقعد وأصور، أو حتى إن أنا كان بيجيلي برودكت ممكن تقعد عندي مركونة شوية عشان أقدر أعمل لها ريفيو، أو كنت بستسهل إن أنا أعمل شورتس لأن اليوتيوب مثلا ما بقاش بيجي عليه التفاعل اللي كان بيجي زمان، ما بقناش بناخد منه الريفليكشن او الانعكاس بتاع الناس زي الاول. فبقيت اكسل ان انا اقعد اعمل فيديو طويل واسجل صوت لوحده وصوره لوحدها واعمل لايت وبعدين اخد الحاجات دي امنتجهم واعمل الصوت. ففيديو اليوتيوب بيكون متعوب عليه حتى لو هو باقل امكانيات، ما بالك بان انت بتطلع حاجه شكلها بروفيشنال وشيك. فقررت بعد ما شفت الفيديو دوت ان انا احاول اخلي عندي وقت في الاسبوع. يعني انا مثلا لو عندي حاجه ابداعيه زي الكونتنت كرييت، ان انا ابتدي اعمل لها وقت في الاسبوع بتاعي، يوم يومين في الاسبوع هم دولت لازم كاني رايح ميعاد شغل في شركه، لازم هقعد ولازم هشتغل ولازم هصور ولازم هبدع مهما كان مزاجي عامل ازاي. المزاج للاسف زي ما احمد ابو زيد قال ان المزاج بيروح ويجي، وهي حاجه اصلا قابلة ان هي تطوحك شوية فوق وشوية تحت. فانت لو ربطت شغلك او ابداعك بحاجة زي كده بيقل كتير، ودوت اللي حصل السنة اللي فاتت ان انا ما كنتش متواجد كتير على اليوتيوب بسبب حاجة زي كده، او مش متواجد في الفيديوهات بسبب حاجة زي كده. انا كنت بقول ان انا عندي ضغط شغل، عندي سفريات، عندي كورسات بجهز لها، عندي اوردرات او مواعيد محجوزة، بس برضو كان ممكن ان انا احط معاهم وقت للابداع. بس للأسف مع الضغط ده كله كنت رابط ان انا مزاجي مش رايق، ان انا مش ما عنديش القدرة او المود ان انا اقعد واحط 1 2 3 4 5 لايت ومايك واسجل لا ما كانش. كنت رابط دايما ان ده ليه علاقة بدوت وما كنتش بعمله. فالسنة دي لا، انا قررت ان انا مش هعمل كده. اخر حاجة هقولها في الفيديو دوت هي قاعدة ذهبية كده انا اتعلمتها، بما ان انا الفترة اللي فاتت عديت على قصص كتير من ان يبقى في ضرب تحت الحزام، في حاجات مش نظيفة بتحصل عشان يبقى غيرك موجود في السوق، او ان يبقى حد يروح ياخد شغل ببلاش عشان يبقى بس موجود، مع ان انت الشغل ده كنت هتاخد فيه فلوس. فبقيت بحطها تحت قاعدة الحديث الشريف اللي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. من الآخر كده الوحش اللي جاي لك هو ربنا كاتبه لك، وانت السبب فيه، وهو ما بيكونش وحش، بيكون ترتيب مختلف عن اللي في دماغك. الحلو اللي بيجي لك مش بسبب شطارتك، مش بسبب مساعدات الناس، مش بسبب هو سببه الأول والأخير إن ربنا راضي عنك، أو هو ده اللي مكتوب لك أيا كانت الطريقة اللي أنت وصلت لها إيه. ففس دماغك خالص، ركز، اشتغل، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا. شكرا ليكم، السلام عليكم.